5 أنواع من النساء سيسقطون من الصراط، احذري أن تكوني منهم. الأولى الناكرة للجميل، وهي التي كانت تعيش مع زوجها يقدم لها كل الحب والتضحيات، لكنها لم تر يوما فضله، لم تشكر، لم تقدر عطاياه، حتى جاء يوم الحساب نظرت إلى كتابها ورأت أعمالها فوجدت صفحات مليئة بالجحود، ندمت ولكن بعد فوات الأوان. الثانية المتبرجة، سارت بين الناس بزينتها بثياب ملفتة غير مبالية بأوامر ربها، اعتقدت أن الجمال في الشكل ونسيت أن الجمال الحقيقي في القلب، وعندما جاء يوم اللقاء رأت الحقيقة لكنها كانت متأخرة. الثالثة النمامة، لم تترك أحدا في سلام، تنقل الكلام من هنا إلى هناك، تفرق بين الأحبة، تنسج الحكايات لتشعل الفتن. وفي يوم الحساب نظرت حولها فرأت الناس يفرون منها لأنها سببت لهم الأذى، لم تجد من يشفع لها ولم تجد مخرجا. الرابعة الهازئة، كانت تسخر من الآخرين، تعتقد أنها الأفضل، تهين هذا وتضحك على تلك، نسيت أن الكبر يهوي بصاحبه. وفي يوم الجزاء وقفت مذلة تبحث عن رحمة لكنها لم تجدها. أما الأخيرة المتهاونة في مسؤولياتها، أهملت بيتها، أبناءها، دينها، وانشغلت بأمور تافهة، ضيعت الأمانة التي كلفت بها، وعندما وقفت أمام ربها لم تجد في كتابها إلا الفراغ. والآن السؤال لك، هل أنت منهن؟ احذري، فالحياة قصيرة والصراط دقيق، والعاقبة إما جنة وإما نار.